هات لي كده بعد اذنك الباكجينج ده. طب جامد والله، والله يطلع منه ديزاين جامد اقسم بالله. خطير. يلا بينا نشوف ازاي نعمل التصميم ده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معاكم مدحت لبيب في فيديو جديد. يلا بينا نشوف ازاي قدرت اعمل التصميم ده، وازاي قدرت ان انا اوظف الصور في التصميم، وازاي قدرت اوصل للنتيجة النهائية ودرجات الالوان دي. يلا بينا. دي عندي مساحة التصميم، ودي الصور اللي انا استخدمتها في التصميم عندي. اول حاجة عندي هسحب الصورة دي هفتحها. عايز اغير السما دي، فهروح من قائمة سيلكت واختار سكاي. بعد كده هلاقيه بدأ يحدد لي على السما، فاضغط على علامة الماسك، وبعد كده هعكس الماسك كنترول اي. هبدأ اخد الصورة دي احطها عندي في مساحة التصميم اللي انا اشتغل عليه، وهحطها هنا كده. بعد كده عندي هاخد السما اسحبها احطها هنا في تحت اللاير بتاع الارض والشجر دي، وهاخد الموديل اللي عندي ده احطه هنا، وهعكسه الناحية التانية بالشكل ده. هكبره شوية واخليه هنا. بعد كده كنت محتاج ان انا احط عربية عندي هنا، فنزلت موقع العربية، وهبدأ ان انا اظبط في الالوان بتاعته عشان تناسب الوان اللوجو بتاعي. طبعا ده اللوجو بتاع برينجلز. فهفتح الليرات بتاع السمارت اوبجكت واعدل في الالوان بتاعتي. بعد كده هاخد العربية احطها هناك. فاخد اول حاجة الجنب بتاع العربية ده، هبدأ ان انا اخد الالوان بتاعتي من اللوجو. يعني ممكن اخد اللون الاصفر ده احطه هنا. كل اللي انا بعمله ان انا بلون اللاير دي وبضغط كنترول اس اللي هو سيف، فيبدأ ان هي تتعدل لي تلقائي عندي في السمارت اوبجكت. ممكن اسحب اللوجو بتاع برينجلز عندي احطه هنا، اضغط كنترول اس هلاقي السيف هنا تمام. ممكن اكبره شوية لحد ما اشوف المناسب ليا. خلاص تمام. بعد كده هلاقي الجزء بتاع العربية اللي قدام ده ممكن ان انا الونه باللون الاحمر اللي هو لون الفيونكة اللي في اللوجو ده. فلونه واضغط كنترول اس زي ما اتفقنا يجي معايا كده. هيبقى ناقص الجزء اللي قدام ده، ممكن ان انا الونه بنفس درجة الاصفر. هاخد دي والونه هنا واضغط كنترول اس بالشكل ده. طيب لو انا شايف الاحمر ده مش هيبقى مناسب معايا في التصميم، ممكن اعمله بالاصفر واغير الدرجة شوية. يعني ممكن اخليه داخل على اورنج شوية كده. تمام، اعتقد كده هيبقى بالنسبة لي حلو. هسحب بعد كده اللاير او الجروب بتاع العربية والشادو بتاعها، اسحبهم واحطهم عندي في التصميم كده. انزلهم تحت لاير الموديل واصغرهم شوية اخليهم هنا كده. تمام جدا. بعد كده هاخد اللوجو عندي احطه هنا. ممكن اسلكت على الاسود ده واشيله كله ديليت. امسح لسه الاسود اللي جوه ده واضغط ديليت. بعد كده هشيل الحواف البيضة دي عندي. هحرك الموديل عندي ده شوية للشمال هنا، وممكن اكبر الجزء بتاع الفان ده. اكبر ده. بعد كده هاخد الباكت عندي بتاع المنتج نفسه. طيب هبدأ ان انا افرغ منه الابيض. عايز انا احطه مكان الكوباية اللي هو ماسكها دي عندي. فانا هدخل على صورة الموديل، وهبدأ ان انا اسلكت على الجزء بتاع الصوابع ده عشان اخليه في لاير لوحده فوق المنتج، فيبان ان هو ماسكها.
بالشكل ده. هعمل كنترول انتر عشان اخلي المسار ده يبقى سيلكشن عندي. بعد كده هضغط ام اختصار السيلكشن واختار layer via copy وهخليه فوق العلبة كده فيظهر عندي كده. هبدأ ان انا طبعا اصغرها شوية، عايزها تبقى نفس ابعاد الكوباية اللي تحت. هبدأ امسح الجزء اللي انا حددته معايا ده، لان المفروض ده في الايد من جوه فيبقى ورا. هحدد بقى اللير اللي تحت وهعمل لها ماسك وهمسح منها الجزء اللي هو عندي هنا ده. وده ممكن من الهيلينج اضغط هنا كده عشان اخلي ده لون اللبس بالشكل ده. تمام. هبدأ ان انا امسحه عشان يظبط معايا كده بدل الحافة اللي طالعة دي بالشكل ده. طبعا الاسود ده لسه عشان انا هحط شادو على المنتج من هنا، لسه هظبط. طبعا انا بحط بس العناصر عندي، برص العناصر عندي في التصميم، لسه مظبطتش الوان، لسه مظبطتش اضاءات، لسه مظبطتش شادو ولا اي حاجة مني. هفرض عندي مصدر للضوء في التصميم. لما اجي اشوف عندي مصدر الضوء، اول حاجة هبدأ اشوف السما عندي، لان النور طبعا بيبقى لو هو مصدر اضاءة طبيعي فهو بيبقى خارج من الشمس او السما اللي عندي. فهو عندي هنا طبعا انا شايف ان الجزء بتاع الشمال هنا هو اللي منور اكتر. هعكس الاضاءة عندي، انا حابب ان انا مصدر الاضاءة عندي يبقى جاي من اليمين، فهعكس السما عندي كده. والشادو برضو او الشجر اللي هنا واخد شادو من الجنب ده، فخليني برضو اعكسه كده بالشكل ده، يديني مساحة اكتر. هنا ممكن ان انا اكتب عليها، حاسس ان التصميم كده بدأ يظبط اكتر. هبدأ اعمل عندي هنا براش بيضة وبراش برتقاني. الابيض الاول، بعد كده هحط فوق البرتقاني. يعني هعمل براش بيضة كده كبيرة، طبعا تبقى فوق لير العمارات كمان، واقلل الاوباستي بتاعها شوية. بعد كده هعمل لير تاني برتقاني، وهغير في المود بتاعها، هخليه سكرين، اقلل الاوباستي برضو بتاعها شوية، اقلل بتاع الابيض شوية عشان عايز البرتقاني يظهر. فانا كده حطيت عندي مصدر للاضاءة جاي من هنا، يعني الاضاءة بالنسبة لي جاية من هنا. ممكن اسحب السما دي معايا شوية. هبدأ بعد كده اظبط الالوان عندي. هاخد امسك جزء جزء، يعني هاخد الجزء بتاع السما واعمل عليه يو ساتوريشن واخليه ماسك. ابدا اقلل الساتوريشن عندي شويه، انا بحب اشتغل بدرجات الالوان دي. اقلل الساتوريشن عندي شويه، اظبط في الاعدادات دي. وهاجي على اللاير بتاع الارض والزرع برضو هعمل هيو ساتوريشن. ممكن اختار اليلو عشان اظبط في الشجر عندي. اقلل برضو الساتوريشن فيه شويه، ازود اللايتنس او اقلله على حسب. وابدا اظبط في الريد عشان ظاهر عندي ورا هنا. خليني اخد الجزء بتاع الفان ده ادمجه في لير واحده بلاش جروف، هعمل له كنترول اي بالشكل ده، ويبقى عندي لير الشادو الواحده. طيب حابب السما تبقى رايحه للازرق اكتر مش للاخضر، خليني برضو اظبطها كده شويه.
بعد كده هاخد الجزء بتاع الارض عندي، المفروض هو انا شايف ان هو واخد مصدر اضاءة واحد، يعني اليمين زي الشمال، فهبدأ ان انا اغمق الجزء اللي على الشمال ده، لان انا افترضت الاضاءة جاية عندي من هنا، فاعمل لاير جديدة وهخليها كليبنج ماس، وهجيب اداة الجريدينت الاسود واسحب كده واقلل الاوباستي عندي شوية، فلاقي ان بيبقى في فرق هنا عن هنا، يعني هنا الجزء بقى غامق شوية، هنا فاتح شوية. تمام. هعمل لاير تاني وخليها طبعا كليبنج ماسك، هخلي اختار البرش هصغرها شوية واخليها بالابيض، وابدأ ان انا ايه ابيض الجزء اللي عندي هنا ده شوية، اللي هو خاص بالمباني، عشان يديني بعد في التصميم بالشكل ده. بعد كده حابب ان انا اغير اللون الازرق اللي الموديل لابساه ده، فهغيره بطريقة بسيطة جدا، هفتح فلتر وهختار الكاميرا رو. بعد كده هاجي على الكالر ميكسر من هنا، هبدأ ان انا اختار الهيو، هلاقي عندي البلو، هبدأ ان انا اسحبه للشمال كده، وهاجي من ساتوريشن اهدي الدرجة شوية، وهاجي من هنا افتحه برضو شوية، وهضغط، هلاقي عندي ظهر كده بدأ ان هو يتناسب مع الوان السماء ويتناسب مع الاصفر اللي موجود عندي. اعتقد كده النتيجة احسن. بعد كده هاخد صورة المنتج اللي عندي دي، حابب ان انا اعمل فيها شوية ريتاتش بسيط كده، فهعمل كليبنج ماسك عليها، وهجيب جريدينت تول وهخليها بالابيض، بس هخلي الاختيار من هنا بدل ما هو الاختيار ده يبقى الاختيار التاني من على اليمين ده، اللي هو بيعمل لي كده ما بيسحبهاش من اليمين للشمال، لا بيخليها لاين كده في نص الحاجة اللي انا عاوزها. فانا هعمل لاين زي ده وهخليه اوفرلاي، هيبدأ ان هو يديني لسعة اضاءة في المنتج كده. هاخدها احطها على لسعة الاضاءة اللي عندي دي، واقلل الاوباستي بتاعها شوية، والاقي عندي ان في واحدة تانية على الشمال، فهكرر دي وابدأ ان انا اخدها احطها على الجزء اللي على الشمال كده، فلاقي عندي ان المنتج بدأ يتجسم شوية. تعالوا نشوف الفرق كده وكده. بعد كده هعمل ماسك برضو على اللاير بتاع المنتج دي، وهبدأ ان انا بقى ايه اغمق الجزء اللي الايد ماسكه ده. حابب ان انا اقلل الاضاءة بتاعتي شوية بتاع الموديل ده، فهعمل برايتنس واخليها كليبنج ماسك واهدي الاضاءة شوية. بعد كده هاخدها احطها على اللاير بتاعة الايد، عشان يبقى نفس الاعدادات بالظبط عندي. ممكن ازود الشادو اللي عندي بتاع العربية شوية، فهعمل دبليكيت بس بالجزء بتاع الشادو ده، واخفف الاوباستي عندي شوية. وممكن اعمل اكرر اللاير بتاع العربية واخليها لون اسود، وابدا ان انا برضو اعمل لها شادو تاني غير اللي معمول ده، بحيث الاضاءة جاية من ورا، فيبقى اعطيني الشادو اكتر لقدام كده. فهبدأ ان انا اظبط الشادو عندي كده، اخلي نهاية العجل عند نهاية العجل بالظبط، ومن السكيو ده ابدأ ان انا اسحبه هناك كده، اقلل الاوباست عندي شوية، واخليه من فلتر بلور جيسون بلور، ابدأ ان انا اسيح الدنيا شوية. بالشكل ده. ممكن امسح ده تاني،
واعمل له ماسك واختار الجريدينت واجيبه على ما فيش كده، ارجع الاختيار عندي كده واجيبه بالشكل ده. هاخد عندي صورة المنتج ده، هبدأ ان انا اجمعه من هنا عشان يديني برضو بعد اكتر في التصميم. اجمعه من هنا واخلي دي اخر لاير خالص واخليه اوفرلاي، واعمل واحدة تانية بيضة اوفرلاي من الناحية دي. وممكن اعمل واحدة تانية واسيبها ابيض عادي، خليها تحت لاير الاوفرلاي، اخفف الاوفرلاي ده شوية بالشكل ده. هاجي بعد كده عندي هعمل color لوك اب واخليه زي ما انا عودتوك او زي ما انا بعملها في اغلب الشغل عندي، بخليه في جونايت وبعد كده بخليه لمونيستي واقلل الاوباستي عندي شوية. هقلل اضاءة عندي المنتج ده شوية، حاسس ان هو شاذ قوي، ممكن لساعات الاضاءة دي اخففها شوية. بعد كده هاجي بقى من السلكتيف كولر ابدا ان انا اظبط درجات الالوان عندي كلها. فهختار اول حاجة الريد، هبدا ان انا اظبطها زي ما انا شايف التصميم، والمرحلة دي طبعا بتفرق جدا جدا جدا. هاخد كل حاجة ابدا ان انا اظبطها. السيان مثلا هبدا ان انا اظبطه. وهاجي عند الوايت، ابدأ برضو اظبط فيه. والبلاك ده بيبقى خاص بالشادو، لو انا عايز ادي تون للشادو برضو ممكن اظبطه شوية. والنيوترالز ده برضو ده بقى الجو او المجمل العام للتصميم او الوان التصميم بشكل عام، ممكن برضو ابدأ اظبطها شوية كده. ده قبل وده بعد طبعا في فرق جامد. بعد ما انا خلصت كده هبدأ ان انا اعمل عندي مصادر للاضاءة، يعني هعمل ماسك على العربية. هبدأ ان انا ابيض الجزء اللي فوق ده لان طبعا هو واخد اضاءة من هنا، فهبدأ ان انا بالبرش كده ابدأ اظبط الاجزاء دي. بالشكل ده كده. ممكن اخد الجزء اللي هنا كمان، بس بدل ما اعمله كده ما يظبطش ممكن اعمله جريدينت ابيض واجرب اخليه اوفرلاي. اقلل الاوباستي عندي شوية. ممكن اعمل عندي لسعة اضاءة هنا بحكم ان الشمس جاية عالية شوية. خليها اوفرلاي او اعمل واحدة تانية ابيض.
ممكن اغمق الجزء اللي هو قدام ده لان مش هيبقى واصل له اضاءة. اخليه اوفرلاي واقلل الاوباستي عندي شوية كده. وزي ما عملت هنا ممكن اعمل في صورة الموديل اللي عندي، يعني اسود الجزء اللي على الشمال ده وافتح اليمين عندي شوية. ممكن اعمل color balance على اللاير بتاع الموديل، ابدأ اظبطها شوية، اديها سنة اصفر. واختار البرش برضو، ابدأ ان انا اعمل عندي الاضاءات كده، فابدأ ان انا افتح الجزء اللي هنا ده. فلا ان هو بدأ يعمل لي الاضاءة، ممكن اقلل الاوباستي بتاعها شوية. اجي اعمله على بوز الصقر ده. هسحب عندي العربية دي شمال يمين شوية. ممكن اعمل في الاخر خالص جريدينت تحت اسود كده، واخفف الاوباستي بتاعه شوية. بعد كده هلاقي عندي الجزء بتاع الصابع ده واخد اضاءة قوي اللي هنا ده، فهبدأ ان انا اسلكت عليه واعمل له برايتنس، وابدأ اقلل البرايتنس بتاعته شوية كده، لان هو المفروض مش داخل له اضاءة خالص بالشكل ده. شايفين طبعا فرق الاسود ده المفروض ما يبقاش موجود، فخليني اغمق اكتر بحيث الدنيا تسيح على بعضها هنا. وطبعا الجزء بتاع الصوابع ده هيبقى واخد لايت ابيض من على اليمين، فانا ممكن افتحه بالشكل ده. اخر مرحلة عندي وهي مرحلة التكست، فابدأ ان انا اكتب تكست عندي هنا، واحط مثلا السوشيال ميديا او الكونتاكتس تحت هنا. في النهاية اتمنى يكون عجبك الفيديو. هسيب لك تحت في الكومنتات اكونتات السوشيال ميديا، لو احتجت ان انت تسألني على اي حاجة او تستفسر على اي حاجة هكون مبسوط جدا. وسلام.